هو احنا لازم نركز في الماضي اكتر ولا الحاضر ولا المستقبل؟ في ناس تقول لك بص على الماضي عشان هو الزمن الجميل ومن فات قديمه تاه، وقول للزمان ارجع يا زمان. وفي اللي يقول لك بص على الحاضر، عيش اليوم بيومه وعيش اللحظه وساعه الحظ ما تتعوضش. وفي اللي يقول لك بص على المستقبل، خطط وما تبصش وراك، بص لقدام على اهدافك وما تبصش على حاجه تانية تلخبطك. فالموضوع بصراحه يلخبط فعلا. هو احنا المفروض نبص فين بالظبط؟ ايه اكتر زمن عايش فيه جوه دماغك، الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل؟ السؤال مهم لان العلماء لقوا ان توزيع انتباهك بين الازمنه له تاثير كبير على صحتك النفسيه. اللي عايشين في الماضي طول الوقت ممكن يستفيدوا منه، خصوصا في الظروف الصعبه. لما الدنيا تلطش معاك وتفتكر الايام الحلوه، ده بيطمنك ويزود تقديرك لنفسك، كانك بتخلي الماضي نقطه مرجعيه تقول لك ان المشكله مؤقته وان في حاجات زيها خلصت وعدت. وتبص على نفسك في الماضي وتتاكد انك في الاصل كويس ومسيرك ترجع لطبيعتك زي ما كنت زمان. عشان كده تلاقي كبار السن بيحرصوا انهم يبصوا على البومات الصور القديمه او يحكوا الحاجات اللي حصلت لهم زمان، كانهم بيستمدوا من الماضي المشاعر اللي ممكن يكونوا مفتقدينها دلوقتي. لكن في مشكله في الكلام ده، وهي ان الماضي فيه بلاوي برضه. ما هو برضه في ناس ممكن يقعدوا يفتكروا الصدمات النفسيه والمشاكل اللي حصلت لهم ويفضلوا عايشين فيها كأن الزمن وقف بيهم ومش عايز يتحرك. الناس اللي بيكتروا الماضي السلبي بيكون عندهم مستويات عاليه من الاكتئاب والقلق حسب الدراسه دي. فهل معنى كده اننا نركز في الحاضر اكتر؟ التركيز في اللحظه الحاليه هنا والان شيء مفيد نفسيا وبيريح ذهنك عشان تعرف تفصل عن دوشه الحياه، فبيزود الرضا بشكل عام. لو لقيت نفسك لحظه كده متضايق وقلقان، هتلاقي ان السبب غالبا يا اما حاجه حصلت زمان وبتفتكرها، او حاجه في المستقبل لسه ما حصلتش وخايف منها. ولو ركزت هنا ودلوقتي، هتلاقي انك قاعد معايا دلوقتي قاعدين بنتكلم عادي، يعني مفيش حاجه وحشه حاصله، الا اذا كان البرنامج مش عاجبك يعني لا سمح الله. عشان كده طريقه التفكير في هنا والان بتزود الرضا عن الحياه والسعاده بشكل عام. لكن برضو الكلام ده فيه مشكله. اللي مركزين في الحاضر على طول ممكن ياخدوا قرارات غلط عشان ينبسطوا دلوقتي، سواء متهوره، تدخين، قمار، كحول، علاقات غير محسوبه، مخدرات، بعطره فلوس، على اعتبار ان نصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، او احييني النهارده موتني بكره، لاني مش شايف غير هنا والان. فهل الحل اننا نركز في المستقبل؟ الدراسات بتقول ان اللي مركزين على المستقبل اكتر عندهم تفاني وقدره على الانجاز اكتر من غيرهم. بيميلوا مثلا انهم يجتهدوا في الدراسه والمذاكره لانهم باصين لقدام اكتر من النهارده، فبيقدر يتعب النهارده عشان يرتاح بكره، ما هو عينه على بكره. وتلاقيهم بيبعدوا عن الحاجات اللي بتدمر صحتهم على المدى البعيد، ويهتموا بالبيئه مثلا اكتر لانهم بيفكروا كتير في مستقبل الكوكب. لكن كالعاده الموضوع فيه ان اللي بيفكر في المستقبل بس ممكن يبقى دايما مضغوط ومش قادر ينبسط في حياته، طول الوقت عمال يجري عشان يوصل لهدف في المستقبل، وممكن يقدر البلاء قبل وقوعه ويقلق نفسه على حاجات لسه ما حصلتش، وينسى ينبسط في اللي هو عايش فيه اصلا. وده بيرجعنا للسؤال الاولاني، المفروض نعيش في اي زمن بالظبط؟ واضح ان الاجابه مش سهله، لان الموضوع ده شغل واحد من اهم علماء النفس المعاصرين، بروفيسور فيليب زيمباردو شخصيا، العالم اللي تاثيره الثقافي كبير جدا لدرجه انه له صفحه في موقع IMDb بتاع الافلام، صاحب تجربه سجن ستانفورد اللي ساهم في نظريه النوافذ المكسوره ونظريه التوجه الزمني اللي بتفسر المعضله اللي قاعدين بنتكلم عنها من اول الحلقه. ما بقول لكم ايه، ما تيجوا نكلم دكتور زيمباردو يقول لنا الدراسات بتاعته توصلت لايه. الو، ايوه يا دكتور زيمباردو، ازيك؟ Greetings, Sharif. How are things going in Egypt? مصر بخير يا دكتور، كله تمام. بس يا دكتور في ناس مننا باصين للماضي طول الوقت وبيحاولوا يستحضروه، وناس باصين لبكره وبيتطلعوا له، وفي ناس مركزين بس في اللي بيحصل دلوقتي وقراراتهم كلها مبنيه على الوضع الراهن. فمن أجل الصحة النفسية دراساتك بتقول إيه في الموضوع ده؟ إيه هو الزمن اللي المفروض ننشغل بيه أكتر؟ It has to be balanced. Balanced time perspective we call BTP is high on past positive. That means when you think back to the good old days with nostalgia, it's all positive. It's all wonderful. It's the foundation on which personality develops. Nostalgia focusing on the negatives in your life is bad for you because then you bring into the present the negatives from the past. And then you need a moderately high level of future. Not too high because then you become a workaholic. And a moderate level, not too high, not too low, of present hedonism. Present hedonism, again, is seeking out new sensations, seeking out the novel, seeking out positive things in life. Present hedonism, and when it's too high, is terrible because then you become egocentric. You become, it's all about you enjoying life and not sharing your quality of life with other people. تمام يا دكتور، شكرا جزيلا. Ciao, goodbye. خلاصة الكلام، خد من كل زمن اللي انت محتاجه منه،
خد من الماضي اللي يرفع معنوياتك ويزود ثقتك، وخد من المستقبل البوصلة والخطة والتفاؤل والأمل، ومن الحاضر تركيزك في خطوة النهاردة والاستمتاع من غير تهور. عشان تعرف الزمن الصحيح اللي المفروض تعيش فيه، تخيل حياتك كأنك سايق عربية، لازم تبص ورا على المرايات من حين لآخر عشان تتجنب المفاجآت، ولازم تبص قدامك عشان تعرف انت رايح على فين، وفي نفس الوقت شغل مزيكا كده عشان تستمتع بالسواقة نفسها. بس لازم تركن على جنب عشان تقدر تعمل شير لو عايز المحتوى ده يستمر. واشوفكم على خير وخدتكم بعافية.